على المذبحة مذبحة صبرا وشاتيلة الشاعرة رحاب كنعان والملقبة بخنساء فلسطين. سيدة رحاب، مرحبا بك معنا في حوار الليلة. أنت شاهدة على مجزرة صبرا وشاتيلة البشعة. حبذا بداية لو توصفي لنا وقائع تلك المجزرة كما شاهدتيها أنت. حياكم الله وبارك الله فيكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا وأوقات كل شعبنا في الوطن والشتات وكل المستمعين والمشاهدين. بداية أحيي شهدائنا الذين نامت شمسهم على ضفاف الحلم النازف وتراكست الحراب على أعناقهم وذبحوا كطير الحمام. هؤلاء الشهداء الذين ذبحوا في مثل هذا اليوم وتحت ظل الإسلام للأسف، ولم نجد أو نسمع أو نرى إلا فقط الشجب والاستنكار. هذا اليوم يذكرنا بالجرح النازف الذي يعني صحت أو قامت جماهيرنا أو صحيت من غفوتها جماهيرنا في مخيم صبرا وشاتيلة على ذبح وكأنه بيذبحوا طيور، فصحيت على الحراب في بداية يوم 16 فجر يوم 16. هذه المجزرة التي لم تكن هي يعني حادثة في يوم وليلة، بل هي كان مجهز لها سابقا. بعدما خرجت المقاتلين خرجوا من لبنان العمل الفدائي بلغتنا اللي هي المقاومة، بعدما خرجت كان في خطاب للرئيس المنتخب الجديد بشير جميل. هذا الخطاب أشعرنا بأنه سوف يكون هناك كارثة، لكن في أي مكان وأي زمان لم نعرف. إنما بعد فترة في 9/9 اتفاجأنا بالجيش اللبناني بحاصر مخيم برج البراجنة، فتوقعنا أنه يكون يعني الحدث حيكون في هذا المخيم القريب من صبرا وشاتيلة. إنما أن يكون في صبرا وشاتيلة تستيقظ الأطفال والنساء على السكاكين تتراقص على أعناقهم، فهذه كانت مفاجأة. شعبنا عندما بدأت المجزرة كانت مؤهلة من إسرائيل، خططوا بثاني يوم اغتيال في 14/9 اغتيال بشير جميل، في 15 إسرائيل كانت مسيطرة على كل المداخل بيروت اللي هي قريبة على المخيم صبرا على مخيم صبرا عفوا على مخيم شاتيلة ومنطقة صبرا. خليني أنوه هون يعني للجمهور بأنه منطقة صبرا ومخيم شاتيلة هيدول مش مخيم واحد ولا مخيمين، صبرا مش مخيم. فهذا التجهيز وهذا التحضير الذي شاهدناه لم يكن وليد يوم أو يوم وليلة، فهو كان مخطط له سابقا. عندما أشار بخطابه رئيس جمهورية لبنان المنتخب الجديد بشير جميل بأنه سوف يصنع أو سوف يجعل مخيم شاتيلة حديقة حيوانات، فكانت إسرائيل ثاني يوم من اغتيال بشير جميل في 15/9 مسيطر على كل بيروت وضواحي المداخل على مخيم شاتيلة. أيضا كانت بين حين وحين تقصف بالمدافع طلقات رصاص غارات وهمية، فشعبنا كان مفتكر بأنه إسرائيل يعني، فحاولوا يطلعوا رجال، طلعوا 4-5 رجال طلعوا على انه يقولوا لاسرائيل انه يا عمي ما في مقاومه هون وما عندنا مقاتلين واحنا شعب مسالم، فطلعوا ما رجعوا الرجال. ايضا عندما استمر وكانت المذبحه شغاله والناس لسه مش عارفه انه في ذبح، لانه كانوا دخلوا على الناس وهي نايمه ذبح. اول دخلتهم لما تسللوا القتله من منطقة شويفات على طريق المطار، في أول دخلت شاتيلة في منطقة الحرج ثابت. فهذا أول ما دخلوا فيه القتلة، الناس ما كانت عارفة، نايمة وش الفجر نايم الناس، فاستيقظت على هذا الذبح والناس ما عارفة لسه إيش بيحصل،
وما في حتى غاغة، يعني ما فيش مجال الناس تصرخ، لأنه كانوا يدخلوا كذا نفر ويقتلوا عائلات أبيدت في هذه المجزرة. عندما في ولد تململ بين أهله وبين إخوته إنه هو بالدم مقتول، حتى حس إنه ما عاد في خطى للقتلة، فطلع يصرخ إنه في عم بذبحونا عم بذبحوا، ذبحوا أهلي ذبحوا أهلي. فالناس افتكرت برضه، مش خاطر في بال حد إنه أحزاب الكتائب يعني للتعميم وللتنويه الذين قاموا في هذه المذبحة هم حزب الكتائب، الأحرار، النمور، وسعد حداد. فمش كل المسيحية أعدائنا، في مسيحية كل الاحترام لهم، في مسيحية تخلوا وتبرأوا من حزب الكتائب بعد مجزرة عين الرماني. يعني للتنويه، فهذه الكتائب عندما دخلت تذبح بشعبنا، شعبنا لسه ما عرف انه كتائب اللي داخله في بالهم اسرائيل عمال بتقصف وهي عمال بتقتل. طيب سيدة، مجموعة نساء نعم، ما يقارب سيدة رحاب كم 50 مرة، نعم، لحتى يقولوا فتفاجئوا بانه راحوا على إذا مستشفى كنت تسمعينني، مستشفى نعم، عكا مقابل المركز اللي كانت عملته اسرائيل وهي تشاهد المجزرة. طيب سيدة رحاب، نريد أن نعرف فقط إذا كنت في الاستماع. رجعوا منفوشين الشعر، منهم اغتصبوا وقتلوا. طب دعينا يعني نعرف كم عدد الذين كانوا يسكنون صبرا ومخيم شاتيلة كما نوهتي. صبرا هي منطقة وليست، لم تكن مخيم في حينها، وهناك كان مخيم شاتيلة فيهما وقعت المجزرة. كم كان عدد السكان الكلي هناك في المنطقتين؟ ما يقارب 19 ل 20 ألف نفر في مخيم شتيلة. أيضا شتيلة ما بقي على قد حجمه اللي تأسس من الأونروا وظل على حجمه، والأخ أبو عمار الله يرحمه اشترى برضه قطعة لحتى يضيف لشتيلة. فبعد ما صار امتداد سكاني، فصار في الحي الغربي، في حي فرحات، في حي مقداد، في حي الحرش. فهيدول الأحياء الأطراف هم اللي أكثر شيء بدأت المجزرة فيهم. فالتقديرات، يعني التقديرات اللي أصروا عليها بعض الإخوان وفي بعض الأعداء على عدد الشهداء، أنه ما يقارب في جرمانوس مسؤول لبناني حتى يغطي على الجريمة، فبقول أنه ما فيش أبو 500 ل1000 شهيد. إذا كان يعني خروج النساء بعد ما نادوا، طبعا احنا يعني عدينا شوية عن الخطوات، أنا كنت ماشي خطوة خطوة. نعم. بعد ما الناس استيقظت وحسوا إنه القصف كتير صار عليهم، فطلعوا طلعت المكبرات تنادي للشعب اخرجوا إلى الساحة اللي هي ساحة، يعني هون صار فينا نقول صبرا وشتيلة، اللي هي ساحة زي دوار أو رمزو، فإنه يتجمعوا هناك حتى يخرجوا من البيوت، يعني يسلموا ما يموتوا. فعندما طلعت الناس تفاجأت، ساعتها عرفت الناس، يعني كانت المفاجأة بأنه القتلة مش إسرائيل، القتلة كتائب وسعد حداد. طبعا الإشارات كانت مبينة. إسرائيل كانت مهدي بالإضاءة الليلية، مهدي الدبابات، الجرافات، الحفر الجماعية، مجهزة كل الأمور للقتل الجماعي يعني كل ما يتطلب. وبالتالي يعني ربما هذا يؤكد السيدة رحاب بأن المحتل الإسرائيلي تفاجأت الناس وصدمت منهم سكتة قلبية، ماتوا. وهون كانت المجزرة، كان الذبح، كان بقر البطون، كان تقطيع الأوصال، كان تقطيع الجسم شقف، كان الاغتصاب، كان كل ما يتخيله الإنسان من أعمال تعذيب. عندي صور في كتابي، دونت كتاب وخليت يعني يضل التاريخ شاهد على هذه المجازر. بعد طبعا اللي قدر يوصل على انه بعد ما يوصلوا على الرمزو هيدا يطلعوا على المدينة الرياضية. فمن اللي قدر يوصل للمدينة الرياضية كانت الحفر جاهزة، في من مجموعة كبيرة دفنوها أحياء، الحفر جاهزة، حطوهم بالحفرة وردموها، في من صفون على الحيطان أعدموهم،
في من برضه يعني جميع أنواع التعذيب، القتل والتقطيع. في أيضا ناس قدرت تطلع من حي فرحات، من حي عفوا من حي الغربي، أخذوهم في شاحنات، ما يقارب 5-6 شاحنات اللي خرجت، منهم صحفي أجنبي اعترف عليها، منهم دكتور اعترف عليها، منهم من شهود من المنطقة اعترفوا على هاي الشاحنات اللي خرجت، مليانة شباب، مليانة شاحنات بنات، مليانة نساء، مليانة رجال بجميع الأعمار. فهذه الشاحنات كلها حتى الآن لم يعرف عن مصيرها. فهذا العدد اللي بخلينا نقول إنه كل إحصائية الشهداء لا يمكن تكون على قد زي ما بيقولوا 3500، ما يقارب ما فوق ال 5000 شهيد. أيضا بعد أول شتوة، يعني هون كمان السؤال بيطرح نفسه إنه فعلا أكثر العدد بكتير. بعد أول شتوة في شتيلة فاضت المجاري، فاتضحت ان جثث في المجاري. كانوا شعبنا بين حين وحين يكونوا طالعين من طريق الجبل، من طريق مناطق، يلاقوا جثث مرمية في الشوارع، جثث بالبساتين. فهذا بدل انه كتير العدد كان كبير من الشهداء. للأسف الدكاترة الأجانب ما قدروا يعملوا شيء. دخلوا الكتائب على مستشفى عكا بعد ما الناس كانت مفكرة في حرمة للمستشفيات، فشردوا على المستشفيات. فعندما شردوا دخلوا الكتائب، قتلوا اللي قتلوه، وطلعوا الأجانب، كل الطاقم الطبي الأجنبي طلعوهم، واغتصبوا الممرضات. منهم انتصار إسماعيل، عندها عمرها 20 عام، اغتصبوها 10 مرات. الأطباء ما قادرين، الأجانب ما قادرين يعملوا حاجة. وبعد شوهوها، قطعوا أوصالها وأعضائها التناسلية وكله قطعوها وشوهوها. زميلتها عرفتها من خاتمها. الأطباء 2 دكاترة، علي عثمان وسامي الخطيب، حاولوا يخرجوا مع الأطباء الأجانب فرفضوا، ما خلوهم مش يخرجوا. سامي الخطيب يعني بعد ما أخذوه قالوا الأجانب إنه يعني ثواني وسمعوا إطلاق نار إن راح. علي عثمان فما عرفوش لحتى الآن، ما نعرفش يعني ما وجدتش جثته، وين دفنوه وايش عملوا فيه ربك يعلم. فهذه يعني الكارثة اللي حصلت، انه العالم صار يعرف انه في مجزرة، ما قدر يتحرك يوقف المجزرة. المجزرة مش بس فلسطينية، برضه للتنويه في فلسطينية ولبنانية مسلمين طبعا، لبنانية وسوريين ومصريين، وفي من أجانب من بنغلاديش كان في وباكستان في بالمخيم. طب سيدة رحاب، يعني بالنسبة المسؤول نعم، إذا كنت في الاستماع سيدة رحاب، منهم انه وقفوا المجزرة، فقالوا له بس اعطينا كمان وقت حتى نطهر المخيم من المخربين. يعني نعم، معلومات وصور تقومين في بنقلها حتى لو كان في تحريك نعم. من الضمير العالمي، من الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، من أول مجزرة حصلت في شعبنا بحق شعبنا، وقف وكان في وقفة جادة لإنقاذ هذا الشعب الأعزل اللي كل تهمته فلسطيني بده يناضل ليرجع لوطنه. كان ما امتد هذا المسلسل الدموي، ووصلت ل 11 مجزرة. للعلم 11 مجزرة تم في مخيمات لبنان ومناطق وأحياء لبنان، ودونتها في كتاب، وأعتقد سابقا كان في حلقة عنه. فكانت المجزرة الأخيرة، وإن شاء الله أنها تكون الأخيرة في المنفى، كانت هي مجزرة صبرا وشتيلة. أيضا على هذا السكوت والإجرام اللي حصل في هذه المجزرة، وكل الصرخات وكل الدعوات اللي وصلت حتى يحاكم كل من ارتكب هذه المجزرة، للأسف ما تحاكم، حتى امتدت إسرائيل إلى عودة مجازرها في الوطن، ولم يتوقف هذا العدوان بحق شعبنا. فإلى متى يا أمة العرب؟ إلى متى هذا الصمت القاتل الذي بعتبره ضوء أخضر لإسرائيل لتتفنن بتعذيب شهدانا وتعذيب أسرانا وتعذيب أقصانا وتشريد شعبنا ومعاناة حصارنا في غزة؟ طب يعني خلينا نبقى شوي. الصحوة قد آن أوانها نعم. في هذا اليوم اليوم الذي تنخر الذاكرة لهذا الفجر الذي غفى على شفاه أطفالنا ونسائنا وشبابنا في مخيم شتيلة ومنطقة صبرا، أن تكون هي صحوة
إلى هذه الضمائر النائمة التي أخذها السبات طويلا. نعم. أقول طيب سيدة رحاب، يعني أرجو عذرا عن المقاطعة وأرجو أن تكوني تسمعينني بشكل جيد. بما أستطيع دائما أذكر بهذا اليوم الأليم، فأعتذر إن طال يوم إضاءة الشموع. سأضيء إن شاء الله يوم الأحد الشموع على الجند المجهول. فكانت الظروف هي التي أخرت هذه الإضاءة. لن ننساكم يا شهدانا، على عهدنا ووعدنا لن ننساكم يا شعبنا. عدنا من دمائكم وأشلائكم وأحلامكم المطموعة، ولكننا دائما ننادي ونستصرخ بحق العودة. لا بديل، لا تراجع، ولا نسمح لأي إنسان أن يتنازل عن حق العودة. شهداءنا دائما هم سيبقون منارة لطريقنا إلى تحرير الوطن بإذنه تعالى. يعني لا أدري إذا كنت تسمعينني سيدة رحاب، كنت أحاول أن أسألك بعض الأسئلة. تسمعينني بشكل جيد أم لا سيدة رحاب؟ هذه القصيدة التي كتبتها منذ تفضل. أسبوع. نعم. الشمس القتيلة في صبرا وشاتيلة. صبرا وشاتيلة، يا زحمة الفجيعة، يا خوارا يذكر بذبح الفجر الغافي، يا جرحا لم تزل أشلاؤه مزروعة بين المسافات البعيدة، والأرواح أسرابا تحلق فوق المروج الناعسة، بعدما امتلأت الحفر كالهرم ونفر الدم على بحر القافية. صبرا وشاتيلة، ها هو فجرك الذبيح ينخر الذاكرة لفجر تمزق فيه السكون بنيران الليل الحاقدة، وغبار الصواعق والسكاكين أوقف نبض الزمن، فانهالت السيوف تتسلق أعناق الأبجدية، تغرق الضلوع بين أشلاء الأبجدية، بين أشلاء الأجنة. فها هي تمر السنين على هجمة الحضارة، وما زالت صرخات الثكالى تتناثر بين الأزقة، وضفائر العذارى مجدولة بأهداب الشمس القتيلة، وأصابع المطر تنهض من بين عتمة المدينة، تتعلق على جناح الموجات الباكية، تضم كل آهات الجراح في خواصرها. شاتيلة، يا جرحي، يا وجعي، يا صرخة المدفونة، ما زلت أسطر من عينيك أوراق أحلامي وأحزاني العتيقة الجديدة، حين تساقطت الدموع في حضن الوداع، وما زال قلبي بين ترنيمات القدر والخديعة، يجول بين خارطة الذكريات بجزئيات المحطمة، يلملم بقايا الأحلام المبعثرة فوق شفاه الكواكب الحزينة، يرتل تفاصيل الأوجاع فيشدني البكاء للحلم القتيل، لقطوف على ضفاف التوجع تائها تبحث عن دليل، تصلي في محراب الصمت لجراح تل الزعتر وغزة، للقدس والخليل، للقدس والخليل. سلم لسانك سيدة رحاب، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في حلقة الليلة من حوار الليلة. رحاب كنعان الشاعرة الفلسطينية الملقبة بخنساء فلسطين، كنت معنا من غزة كشاهدة عيان على مجزرة صبرا وشاتيلة، وقد نقلت لنا بعضا من المشاهد التي تدمي القلوب صراحة عن وقائع وما حدث خلال تلك المجزرة بتفاصيلها. للإشارة فقط كما تقول السيدة رحاب، الأعداد يعني تقديراتها كشاهدة عيان تقول بأنها تفوق 5000 وليس 3000 ضحية كما يتم تداولها عبر الأرقام الرسمية
المنتشرة في كل مكان. شكرا جزيلا لك مرة أخرى سيدة رحاب. ومشاهدينا الكرام، سنخرج الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده لنكمل حوار الليلة.